والناس أغلب الشعب كان عايش في الريف، فوق 80% من السكان. يعني البلد كلها تقريبا كانت مزرعة كبيرة. والأهم من ده، التكنولوجيا صفر تقريبا، الابتكار مش موجود أصلا. حتى أبسط الأجهزة اللي احنا شايفينها عليها النهاردة كانت رفاهية بالنسبة لهم. واللي زود الطينة بلة إن الصين دخلت في سلسلة تجارب اقتصادية كارثية، زي القفزة الكبرى للأمام. المفروض إنها كانت خطة تخلي الصين دولة صناعية بسرعة، لكن اللي حصل إن الإنتاج الزراعي وقع، والمصانع اللي اتبنت كانت مقفولة ومش شغالة، والنتيجة واحدة من أسوأ المجاعات في التاريخ. ناس كتير ماتت، ملايين حرفيا، والبلد دخلت في دوامة جوع وفقر وارتباك. وفي السبعينات كان في مشروع تاني اسمه الثورة الثقافية، وده عمليا عطل التعليم سنين طويلة. يعني حتى لو في حد عايز يخترع أو يتعلم، مفيش أدوات ومفيش بيئة ومفيش نظام. فتخيل بلد عدد سكانه ضخم، فقر منتشر، تعليم ضعيف، اقتصاد واقف، وزراعة مش مكفية، وفي نفس الوقت العالم بره بيجري بسرعات مختلفة.